وبارطاجيو معكم الفيديو الماكسيموم الإخوة والأخوات. نمشيو الخبر اليوم الحصري والرسمي. ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة الوداد قطعت شوطا مهما في المفاوضات مع قائد الفريق يحيى جبرة لتمديد عقده لموسم آخر. أكدت المصادر ذات أن اللاعب غير موقفه من العرض الأمريكي الذي وصله أخيرا، وسيجدد عقده مع الوداد للمشاركة في مونديال الأندية 2025 بشرط فوز هشام أيتمنى برئاسة الوداد لتسوية مستحقاته العالقة أيضا التي تعود لمجلس الإدارة السابق. في حين رفض زميله أيوب عملود البقاء. والأخبار التي روجت تفاوض أيوب العملود مع نادي الرجاء الرياضي فإنها مجرد شائعات لا محل لها من الصدق والمصداقية لحدود التلفظ بقول هذه الكلمات ولحدود يوم نشر هذا الفيديو. فلترنا الأيام القادمة ما الذي سيحصل في هذا الميركاتو الذي سيشتعل بقوة. لو انتخب أيتمنى رئيسا لنادي الوداد فسيكون المنافسة ستكون محتدمة بين أيتمنى الوداد وبودريقة الرجاء من هناك من الإمارات. فمتى يدخل بودريقة إلى أرض الوطن؟ وهل هناك ما يمنعه لولوج التراب الوطني؟